أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. وشهدت قائمة الزمالك غياب اللاعب التونسي حمزة المثلوثي عن قائمة الفريق، تواجد بدلاً منه اللاعب الشاب أحمد رفاعي. كما شهدت القائمة غياب كل من شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي. وجاءت قائمة الزمالك مكونة من محمد عواد وعبد الرحمن نفاذي ومعاذ علاء الدين في حراسة المرمى. وفي الدفاع كل من عمر جابر وحسام عبد المجيد وياسر حمد وأحمد رفاعي وأحمد فتوح. وفي خط الوسط كل من نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وسيد نيمار وترافيس موتيابا وسيف فاروق جعفر وزياد كمال وأحمد حمدي وناصر ماهر وأحمد السيد زيزو وإبراهيم ندي. وفي الهجوم كل من سيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون. وعلى هامش ميران الزمالك اليوم عقد جوميز جلسة مع ثنائي وسط الفريق منحهم فيها بعض التعليمات الفنية استعدادا للفترة القادمة عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع ثنائي الفريق زياد كمال ومحمد شحاتة. كما شرح لهم بعض الأدوار المطلوبة منهم في ميران الزمالك اليوم، مطالباً إياهم بالتركيز خلال هذه الفترة. وفى الميران إنهى السنغالي إبراهيم ندي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجه التأهيلي من الإصابة التي يعاني منها، وهي إصابة في العضلة الضمة. وشارك ندي في التقسيمة الفنية للاعبين بعد أن تماثل للشفاء بصورة كاملة وأصبح جاهز. وفى الميران لم يخوض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراتنا أمام البنك الأهلي الميران، حيث قرر جوميز منحهم راحة من الميران والاكتفاء ببعض التدريبات في صالة الجيمانز يوم داخل النادي. نجح الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات في التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا التي تقام في القاهرة حالياً، وذلك بالفوز اليوم على فريق البنك التجاري الكيني ب3 أشواط مقابل شوط واحد. موعد نهائي كأس إفريقيا للكرة الطائرة سيدات. ليتأهل فريق طائرة الزمالك سيدات للنهائي في المباراة التي سوف تكون مساء غدا السبت، حيث يواجه فريق سيدات الزمالك الفائز من الأهلي وفريق الأنابيب الكيني في المباراة التي سوف تكون اليوم لحسم الطرف الثاني في النهائي.